معاكم منى مصطفى، تربية متخصصة في تنشئة الأطفال وازاي نفهم أطفالنا بشكل صح وازاي نتعامل معاهم بشكل أفضل مش بس نحكم عليهم. اتكلمنا المرة اللي فاتت عن موضوع بيقلق أي أب وأم بخصوص أطفالهم، هو تأخر الكلام عندهم، وقلنا إن في أسباب بسيطة وطبيعية جدا وفي أسباب معقدة، وقلنا إن في علامات خطر لو لقيناها عند طفلنا لازم نروح لدكتور تخاطب يعالج المشكلة، وقلنا إن في نصائح عملية نعملها كل أم في البيت هتساعدنا شوية إن طفلنا يتكلم. طيب انا اتفرجت على الفيديو وعملت اللي انت قلتي عليه وطفل لسه ما بيتكلمش. النهارده هديكي 5 تمارين هتساعد طفلك ان هو يتفاعل ويتكلم اسرع وبادوات سهله وبسيطه، ومش هتكلفك حاجه اصلا، هي كلها حاجات من البيت، وفي حاجات اصلا مش هتستخدمي فيها ادوات. زي ايه؟ بدل ما تقولي له جمل طويله استخدمي كلمات بسيطه وواضحه. ازاي يعني؟ اقول له ايه؟ ما تقولوش جمله مثلا سطرين او سطر، هو مش هيلقطها منك ولا هيحفظها معاكي ولا هيحاول يقلدك فيها. قولي له مثلا كلمات زي ايه؟ قلم، كوره، ميه، بابا، ماما، تيتا، جدو، اسد، قطه. كرري الكلمه قدامه اكتر من مره. الطفل هنا هيسمع الكلمه ان انت كررتيها اكتر من مره في اي موقف، هيحاول يقلدك وهيقلدك بسهوله جدا. بدل ما تسأليه سؤال مفتوح زي عايز تاكل ايه او انت بتعمل ايه، اسأليه تاكل تفاحة ولا موزة. انت كده عطيتي له اختيارين، الاختيارات دي هتخليه حتى لو هو ما بينطقش اصلا وما بيتكلمش هتخليه يتفاعل معاكي ويشاور على حاجة منهم. احنا هنا عايزينه يتفاعل بصريا، ان هو يعرف الحاجة. اللعب اهم من التعليم عند الاطفال في السن ده، وعشان كده احنا مدخلين ان هو يتعلم عن طريق اللعب. العبي معاه وجربي معاه اصوات زي ايه؟ قولوا مثلا القطه بتعمل صوت ايه، الاسد بيعمل صوت ايه، الكلب بيعمل صوت ايه، تعالي نعمله مع بعض. العربيه بتعمل صوت ايه، وخليه يقلدك. هنا بتدربي عضلات النطق على الكلام بطريقه ممتعه وسهله. احكي ليه قصه كل يوم حتى لو بسيطه، من سطرين او 3 بالكتير، ما تكتريش عن كده. واربطي الكلمة بالصورة زي ايه مثلا؟ قولوا له بص ده اسد، بص دي قطة، بص ده كلب، بص ده شجر، دي شجرة، بص ده مية كده. حاولي تربطي الكلمة بالصورة اللي انت بتقولها له. اخر حاجة استني رد طفلك، ما تستعجليش عليه وتتكلمي بداله. زي ايه؟ في ناس مثلا تيجي تسأل اطفالنا انت اسمك ايه، هو ما بيعرفش يتكلم، فانت عشان تداري الموضوع ده فتروحي رد عليه تقوله ايه؟ اسمه احمد. طب هو انت كده ساعدتيه ان هو ما يتكلمش اصلا. لا، اصبري عليه وخليه يحاول هو يتكلم ويقول للشخص اللي قدامه. انت كده بتشجعي الطفل اصلا ان هو يتكلم وما يتكسفش من حد. اهم حاجة التليفون والتلفزيون مش بيعلموا الطفل الكلام، ده بالعكس ان هما ممكن يأخروا الكلام عند الاطفال. جربي التمارين دي مع طفلك كل يوم 10 دقايق بس، وهتشوفي النتيجة قوية جدا في كلام طفلك وتفاعله. جربي لمدة اسبوع ورجعي اكتبيلي في الكومنت طفلك اتفاعل ازاي معاكي وبدأ ازاي. وما تنسيش تعملي لايك وشير وسبسكرايب للقناة عشان يوصلك كل جديد وتفعلوا زر الجرس تحت.